تعالوا بقى اقول لكم ازاي انا بعمل الفطير المشلتت الفلاحي على اصوله، وهقولك على 3 طرق تقدري تطبقي بيهم الفطير ويطلع معاكي مورق وخطير. لازم تجربوه وترجعوا تقولولي في الكومنتات. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وقولولي بتتابعوني من اي بلد. انا هقولك مقدار الكيلو وانت تضاعفوا الكميه براحتكم خالص. معايا كيلو دقيق، طبعا نخلاه كويس جدا ويبقى دقيق نضيف. معايا معلقه صغيره ملح ومعلقتين كبار سكر، ولا بيتحط له خميره ولا بيكنج باودر. تمام كده، هي السكر والملح والميه الدافيه اللي معايا وتمام قوي. طبعا كل دقيق بياخد مقدار ميه معين، انا مش هقدر اقولك بياخد ميه قد ايه، بس انا تقريبا اخد معايا 3 ل3 كوبايات ونص للكيلو ميه دافيه، عشان احنا في سقعه فدفوا الميه حاجه بسيطه خالص في العجان او على ايديكم. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. تعجنوه كويس قوي، اخدموا العجينه كويس قوي، هتطلع معاكم عجينه خطيره ملهاش حل. اول ما اتلمت معايا بيبقى فيها تلزيقه بسيطه، يبقى هي كده تمام معايا وزي الفل. انا مش هسيبها تخمر، انا هسيبها ترتاح. كل ما تسيبوها ترتاح هتطلع معاكم نتيجه خطيره. انا دهنتها بس دهنه زيت في البوله اللي انا هسيبها فيها، واغطيها بكيس بلاستيك او ستريتش راب وبفوطه، وسبتها تقريبا ساعه. كل ما تسيبوها ساعه ساعتين، ممكن تعملوهم بالليل وتشتغلوا فيها تاني يوم الصبح، هتريحكم في الفرد وهتطلع معاكم نتيجه حلوه قوي. تمام كده. المادة الدهنية اللي انا هفرد بيها العجين، انا عاملة خليط بين السمنة البلدي والزبدة والزيت. انت ممكن تشتغلي بالمادة الدهنية المتاحة عندك، وربنا يحسن ما بين ايديك يا رب ووسع عليك وعلينا. زي ما انتوا شايفين سبت العجينة بتاعتي ترتاح كويس قوي، انا سبتها ساعة زي ما قلت لكم. واول طريقة معايا هاخد كورة، يعني تقريبا حجمها من 600 ل 700 جرام. هاخد من المادة الدهنية بتاعتي وافرد الرخامة، طبعا منضفة الرخامة كويس، ممكن تفردوا على مفرش عجين لو انتوا عندكم. تمام كده، بس انا عايزة المساحة بتاعتي واسعة وهرتاح فيها اكتر. فردت العجينة كويس تمام، وهبدأ اعمل تفتيحات كده من الجناب زي ما انتوا شايفين. انا شفت الطريقة ديت، بس هقول لكم في الاخر عجبتني ولا لا. كنت اول مرة اعملها، انا عملت معاكم الفطير قبل كده بطرق تانية. يعني زي ما انتوا شايفين حطيت المادة الدهنية بين كل طبقة والتانية، وببدأ اطبق على بعض وزي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام كده. قولولي بقى انتوا طريقتكم ايه لو انتوا عملتوه قبل كده، وانهي طريقة بتريحكم. هطبق كل التطبيقات زي ما انتوا شايفين وهلمها على بعض. ومعايا الصينيه بتاعتي هدهنها برضو ماده دهنيه وهسيبها ترتاح. زي ما قلت لكم كل ما تريحوا العجينه بتاعتكم هتديكم نتيجه هايله جدا. دي الطريقه التانية اللي انا هعمل بيها الفطيره. شوفوا الطريقه السهله بالنسبه لكم واعملوا بيها، ولو عملتوه قبل كده باي طريقه منهم او ليكوا طريقه تانية خالص قولولي في الكومنتات ونبقى نجربها مع بعض تاني ان شاء الله. هعمل كور زي ما انتوا شايفين كده على قد تقريبا البرتقانية الصغيرة. هقطع كل العجينة بنفس الشكل. طبعا كل ما الكورة تبقى كبيرة هتطلع معاكم فطيرة كبيرة، لو هتصغروا الكورة هتطلع معاكم الفطيرة صغيرة. هجيب اول كورة انا عملتها وهبدأ افرد بالمادة الدهنية اللي معايا زي ما انتوا شايفين. هفردها حتى لو اتقطعت معاكم ما تقلقوش خالص، ولا هتفرق ولا هتعمل اي مشكلة معاكم. هبدأ اطبقها ظرف زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. يعني بطبق الجناب على بعض وبرجع اطبق الاطراف على بعضها تعمل لي ظرف. وكل ظرف من ده هدخله في الظرف اللي بعده. هتشوفوا معايا دلوقتي دي كرة تانية برضو فردتها بالمادة الدهنية زي ما انتوا شايفين. افردوها على قد ما تقدروا لحد ما تبقى معاكم شفافة خالص. وهبدأ احط فيها الظرف اللي انا حطيته الاولاني، وهعمل ظرف تاني، وهبدأ اعمل زي ما انتوا شايفين كده بالظبط ظروفها وهدخلها في بعض. دي برضو طريقة سهلة قوي للي لسه اول مرة يعمل فطير. سهلة جدا. الفطيرة هعملها 10 كور في صينية مقاس 30 او 32. تمام كده. لو الصينية اصغر طبعا هتصغروا لعدد الكور بتاعتكم. تمام. ودي اخر كورة معايا زي ما انتوا شايفين. طبعا بين كل تطبيقه والتانية بحط من المادة الدهنية عشان دي اللي هتخليها مورقة معايا الصينية، وهحطها فيها كده برضو. بدهن الصينية المادة الدهنية وبعملها كورة متساوية زي ما انتوا شايفين، وهسيبها ترتاح. اهم حاجة ترتاح. دي الطريقة الثالثة. بفرد الكور كده زي ما انتوا شايفين برضو بالمادة الدهنية. المادة الدهنية دي اللي هتسهل عليكم. على فكرة في ناس بتفرد على دقيق بس انا ما جربتوش قبل كده. بجيب بقى الصينية بتاعتي وبدهنها مادة دهنية وبحط فيها الكورة اللي انا عملتها.
فردتها تمام، وكل كورة بفردها بحطها فوق التانية. بس طبعا اهم حاجة ان انا بحط مادة دهنية كويس قوي، دي اللي هتخليها تورق معاكو وتطلع معاكو الطبقات الخطيرة اللي احنا كلنا بنحبها. زي ما انتوا شايفين الطريقة دي برضو سهلة جدا جدا. انتوا بتفردوا الكورة تمام على المادة الدهنية وبتحطوها في الصينية، وبفرد الكورة التانية وبحطها على الكورة الاولانية، وبفضل اعمل كده لحد ما اخلص عدد الكور اللي معايا كلها بتاعت الصينية. زي ما انتوا شايفين كل بين كورة والتانية بحط مادة دهنية. ودي اخر كرة معايا زي ما انتوا شايفين بفردها، وحتى لو اتقطعت معاكم ما تقلقوش خالص، بلمهم على بعض كده زي ما انتوا شايفين وبعملها كرة متساوية تمام. وهسيبها برضو ترتاح. اهم حاجة الخطوة دي ان انتوا تسيبوها ترتاح على الاقل ساعة كمان او ساعتين. هنا بعد ما ارتاحت معايا كويس قوي العجين، معايا المادة الدهنية اللي انا شغالة معاكم من الاول خالص، بس زودت عليها علبة قشطة. ممكن تحطوا قشطة من اللي هي وش اللبن او قشطه جاهزه زي ما انتوا شايفين، بصراحه بتفرق قوي في الطعم واللون وبتديها طعم مميز كده. هنا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله الفطيره ارتاحت خالص. بفرد بقى بالماده الدهنيه. انتوا ممكن تفردوا الماده الدهنيه او زيت بس براحتكم، او قشطه بس كمان. اول ما بدات افرد شغلت الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره، وبحط الصينيه بتاعتي على الصاجه او خلي الشبكه على الصاجه. هتشوفوا معايا دلوقتي فردتها كويس بس وسويتها عشان ما تبقاش فيها حته عاليه وحته واطيه. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله انتفخت معايا، وبلف الصينيه كل فتره تمام. وزي ما انتوا شايفين ما شاء الله اول ما بتدي لون معايا من تحت بشغل الشوايه. ممكن لو الفرن بتاعكم شغال فوق وتحت شغلوا الاتنين مع بعض. اول ما بتطلع بغطيها بكيس كده وبفوطه عشان تفضل معايا سخنه والوش يطرى. لو انتوا عايزينه مقرمش سيبوها مكشوفه عادي. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله قبه، وكانت بصراحة قلب ريحة البيت كانت خطيرة يا جماعة، خطيرة. لازم تجربوا ترجعوا تقولولي في الكومنتات. ولو انتوا ليكوا طريقة تانية للفطير او تطبيقة تانية للفطير قولولي برضو نجربها مع بعض. وده كان فيديو النهاردة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. هستنى رأيكم، متنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وتشتركوا في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.